طيب بلبن عمل اختراع جديد اسمه صوبيا قشطه، ونفخ صدره وقال لك ان دي اجمد صوبيا قشطه في مصر. فانا هعمل له اختبار، هقارن دي مع صوبيا من عصير حسن وعصير مكه واخيرا بتاع العصير اللي فارش تحت البيت، عشان نشوف هو فعلا اجمد صوبيا في مصر ولا لا. وعشان انا راجل حقاني هغمي عينيا ونقارن ما بين الاربعه ونشوف مين فعلا اجمد صوبيا في مصر. يلا بينا نبدا اول جوله. قولوا لي في الكومنتات مين فيهم لونه احسن من التاني. تعالوا بقى نشمها، دي ريحتها صوبيا يعني. ايه ده؟ لا دي ريحتها ميه ورد كده شويتين ثلاثه. تعالوا نبدا بدي. بسم الله. الله، فرها هادي قوي، الدسم بتاع الحليب واضح شويتين ثلاثه، وطعم الصوبيا حلو جدا، بس طعم جوز الهند يعتبر قليل شويه، بس عظيمه البتاع دي. تعالوا بقى نجرب دي. ايه ده؟ هي طعمها وحش يعني. بص يعني لو شربتها لوحدها ممكن اتبسط بيها، بس مش عارف طعمها ما عجبنيش. الصوبيا اللي مستخدمين هنا حاسسها رديئه يعني، ولا السكر مظبوط ولا في طعم جوز هند ولا حاسس بطعم لبن يعني، مش عارف. فدي تكسب بالنسبه لي. نخش بقى على تاني مقارنه. دي ريحه الصوبيا تعتبر ضعيفه شويه، بس طعمها مسكر، لكن الصوبيا طعمها واضح. نجرب دي كده. ايه ده؟ لا في فرق شاسع هنا. طعم الصوبيا وطعم الجوز الهندي يعتبر ضعاف، برضو الدسم يعتبر قليل شويتين ثلاثه، بس مسكره زياده عن اللزوم. بس الغريب ان هنا ريحه الصوبيا اكتر يعني، انا مش فاهم ازاي. فمين يكسب في الاثنين دول؟ انا شايف ان دي هي اللي تكسب. خش بقى على الجوله الاخيره. لو بلبن طلع في الاول فدي تعتبر كارثه بالنسبه لي. نجرب بقى اول كوبايه. الله، بتاع ده حلو قوي يا جدعان، حلو قوي. نجرب كده بقى الكوبايه الثانيه. بسم الله. ايه ده الاختيار فعلا صعب قوي، كل واحده فيهم بتلعب في حته تانية. بصوا، هي دي طعم الصوبيا المستخدمه طعمها نضيف جدا، تحس انها بنت ناس قوي. انما دي فانا حاسس بدسامه اللبن جدا لدرجه ان انا حاسس ان انا بشرب رز بلبن. فدي غالبا الصوبيا بالقشطه لان طعم القشطه واضح. ها بقى مين يكسب في الاثنين دول؟ دي طلعت ايه بقى؟ ايه ده؟ يعني طلع عصير حسن فعلا الغالي ثمنه فيه، ودي بلبن صح؟ جود ريفيور يا جدعان. بصوا، هو هارد لك بلبن انها حلوه، بس انا يمكن ميال للصوبيا البيزك العاديه من غير اي اضافات.